هتشوي يا حاج؟ لا اشوي انت، الجو حر. طب يلا بينا نقول بسم الله. هنعمل كده ريش على الجريل خطيره. جبت بصلايه كبيره بشويه ميه صغيره وضربتهم في الكبه وهصفيها، وهشيل التفل على جنب واخد الميه بتاعتها. طماطميتين برضو ونفس القصه، ضربتهم في الكبه كده زي ما احنا شايفين وخدت الميه بتاعتهم. انا عايزه الميه بس. معلقه ملح كبيره، شويه فلفل اسود، شويه بهارات لحمه، شويه بابريكا وروزماري كده زي ما احنا شايفين، وكمان شويه زعتر فريش لو عندك. الله الله، قلبت كويس، حطيت معلقتين زيت، معلقه سكر، معلقه خل، وزي ما احنا شايفين كده الدنيا تمام. حاجه كده عظمه. هحط بقى التتبيله الخطيره بتاعتي دي على الريش بتاعتي واغطيها واحطها في التلاجة. ويلا بينا بقى، احنا راكنين طفل البصلايه على جنب، هناخده ونشوف هنعمل ايه. بصوا تتبيله خطيره حلوه قوي. يلا بينا. نص كيلو لحمه مفرومه، احط عليه تفل البصلايه، شويه ملح، شويه فلفل، شويه بهارات لحمه، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. هعجنها كويس جدا جدا. ومعايا بقى المنديل بتاع الخروف اللي بيتعمل منه الطرب، حطيته في شويه ميه دافيه، فك معايا كده خالص، وقطعته زي ما احنا شايفين. وهي دي طريقه اللف بتاعه الطرب، الف كده مرتين واقطع وادخل من هنا ودخل من هنا، استحاله يفك منك. انا داخله المطبخ بتاعي هعمل اكلي لوحدي والدنيا تمام معايا. إذ بقى أفاجئ بتغيير النظام بعد ما كنت هعمل الطرب على الجريل والريش على الجريل. زي الحاج صاحب البيت يخش عليا، شوف المنظر الجميل ده، يقول لي لا ايه ده، ما ينفعش الكلام ده، ايه ده صوابع دهب. يلا بينا نقول بسم الله. بعد ما شاف الكلام ده كله يا جماعة، هو يشد وانا شد، هو يشد وانا شد، ينفع الكلام ده؟ قال لي لا، الكلام ده يتاكل ني، ايه الجمال ده لازم يتشوي على الفحم. يا حاج يا صاحب البيت، انت مش قلت لا اشوي انتي وانا قلت هعمل على الجريل؟ بصراحه معاه حق. شايفين المنظر، هو يشد وانا شد لحد ما قلت يلا ما جراش حاجه. يشوي على الفحم، مع ان انا بحب داخله مسستمه نفسي على حاجه اعملها. ولع الفحم وحطينا كده على الشوايه، وعايزه اقول لكم بجد خطيره وتجنن، والتتبيله فظيعه، ولا الطرب وجماله. عديتها المره دي لان انا بحب ابقى داخله مطبخي عارفه هعمل ايه، مسستمه يومي، مسستمه نفسي، محبش حد يغير. يعني انا لا، في ايه ما ينفعش، انا مسستمه نفسي على يومي هيمشي ازاي، هعمل اكل ازاي بطريقتي ازاي. وسجلت في الاول الفيديوهات ازاي، يعني سجلت المقاطع بتاعت الفيديو على اساس ان هعملها على الجريل. هي برضو تنفع تعمل على الجريل، بس برضو الفحم مفيش احسن منه، حاجه كده جميله. فاحنا عديناها له المره دي والحمد لله ربنا ستر وعدت على خير. علشان يعني برضو هو يؤمر، بس انا ما بحبش حد برضو ايه يبوظ لي السيستم بتاعي. فجربوها هتعجبكم جدا، خطيره.